على الهواء مباشرة. شهوات على الهواء، شهوات في الليل والنهار، شهوات في التلفزيون ومواقع جنسية إباحية في الإنترنت، ويجي الشاب من أمة محمد أو الفتاة ويقفل الأوضة ويروح يتفرج ويتصل ويسمع، ومواعيده ممكن يسافر يركب طيارة على إنهم يتآمرون. كل واحد بيدلو بدلوه كده، فلان يقول لك نعمل كذا، الثاني يقول لك مثلا نحرق المصحف، الرابع او الثالث يقول نفعل كذا. مؤامرة. الهوهم بالمسرح. ده في مرة بيقول لك في فيلم من الافلام الاجنبية الميزانية بتاعته قالوا وصل تقريبا 43 مليون دولار. شهوات على الهوى. فالشباب ما يعرفوش حاجة عن السيدة عائشة ولا السيدة خديجة ولا السيدة اسماء ولا السيدة حفصة، لكن يعرفوا مين؟ الممثلة المصرية الفلانية او اللبنانية العلانية او الممثلة الاجنبية. شهوات على الهوى. بيقول لي يا شيخ وشكله كده عاوز يعيط، انا مش قادر اصبر قدام الحرام، كل ابص قدامي ووراي وعن يميني وشمالي، وكل ما افتح التلفزيون او اسمع الاصوات المثيرة واشوف الصور المثيرة ومش قادر اتحكم في شهواتي، وعاوز اتجوز، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟ شهوات. وما بال الفتيات تلاقيهم في الطريق واللي كاشفه شعرها، شهوات. واللي مبينه صدرها، واللي لابسه نصف كم، واللي رافعه كذا. شهوات على الهوى. هي ارادت ان تهرب منه، تقنعه عفة. مفيش فايدة، لازم افعل الحرام. قالت له ولكن انظر هل يرانا من احد؟ نظر يمين وشمال، قال لا يرانا احد، اللهم الا هذه الكواكب. فهتفت هي باعلى صوتها قائلة لا هذه هي الكواكب فاين من كوكبها. يا الله يا الله، شوف ربنا بيتوعد بايه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شهوات على الهوى. نسمع راجل طويل عريض ومعاه شهادة ومعاه منصب، جات في شكوى انه اعتدى على بنته. شهوات. قالوا كان قدوة في التقوى والصلاح وأسوة في الدعوة والإصلاح، ولكن أهل الشر هل يتركونه؟ لا. بعد ما دخلت راح قفلت الباب وبينت المفاتن كده، بقت شبه العريان. فبكى الرجل فقال الحياء. كلما يقل الحياء يكثر الشر، وإذا انتشر الحياء واتصفت به الأمة فإن الخير يكثر والشر يقل ويتلاشى. عائشة. قالوا لما كانت تدخل الغرفة اللي هي الروضة الآن المطهرة المنورة، كانت لا تدخل إلا وقد سترت جسمها وتحجبت حجابا كاملا. حياء من الميت وليس من الحي. ثم ما بال أمة محمد الآن؟ تبقى عواقب سوء في مضبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذائذ ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شهوات على الهوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم فقد أنزلت لنا دينا قويما، وبعثت فينا نبيا عظيما، وهديتنا إلى هذا الدين صراطا مستقيما. نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، في هذه المرة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع بعنوان شهوات على الهواء. شهوات احنا بنشوفها ونسمعها كل شوية كده، بيفتح الإنسان التلفزيون أو مواقع على الإنترنت أو عاوزين نعرف مين اللي بيعمل الحاجات دي يا أخوانا، عشان نبقى على بينة من أمرنا.
وعلى هدى مما نعيشه في حياتنا الدنيا. عاوزين نعرف ليه الحاجات دي بتتعمل، ايه الغرض والهدف منها، وايه مدى الضرر والافساد اللي بيعود على امة محمد صلى الله عليه وسلم منها. ثم بعد كده يا اخوانا عاوزين نعرف ان الشهوات دي القرآن والسنة قالوا ايه عنها، وايه موقف الاسلام من الشهوة اللي موجودة بين جوانح الانسان وبين جوانبه. ثم الاسلام والدين كيف حفظ المسلم والمسلمة من هذه الامور. سمعتون الصلاة على النبي يا اخوانا. قالوا واحد من العلماء قديما في مرة كده ربنا فتح عليه بيقول ان الهواء الذي نحسه، الهواء ده اللي بنشمه بنحسه كده، فيه كلام واصوات، ولكن هذا الكلام لا نسمعه. الاصوات دي مش بنسمعها. نقول هذا الرجل صدق فيما قال، لكن الان نصحح العبارة نقول ايه، ان في الهواء كلاما واصواتا كنا لا نسمعها ولكن الان بنسمعها في الليل والنهار. الهواء ده اللي بنحسه فيه صور واشكال والوان كتيرة قوي ما كناش نشوفها، لكن دلوقتي بنشوفها. يجي الواحد مننا يا اخواننا في اوضه الجلوس او في الانتريه او في الصالة او في اي مكان من الاماكن ويطفي النور ويقفل كده ويروح يشغل التلفزيون ويرى اللي موجود في اقصى الكرة الارضية في الشمال او في الغرب. يرى الخبر والكلمة اللي بيقولها الانسان دلوقتي في نفس اللحظة يقول لك على الهواء مباشرة. فعاوزين نعرف مين اللي عامل الحاجات دي وليه. العلماء يا اخواننا قالوا في مرة اجتمع بعض اعداء الاسلام، اجتمعوا في مرة من المرات كده وبيفكروا ازاي يخططوا لهدم الاسلام. كل واحد بيدلب دلوه كده، فلان يقول لك نعمل كذا، التاني يقول لك مثلا نحرق المصحف، الرابع او الثالث يقول نفعل كذا. فواحد قال لا، الهوهم بالمسرح. عاوزين تدمروا امة محمد صلى الله عليه وسلم، الهوهم واشغلوهم بالمسرح وجميع انواع الحاجات دي. المسرح مثلا السينما، التلفزيون، الانترنت، جميع القنوات الفضائية العربية والاجنبية. ولذلك هذا هو الحاصل الان. تلقى الولد بيترك الاعمال بتاعته والدراسة والكتب ويروح يشغل التلفزيون ويتفرج على ماذا؟ قالوا على الافلام الهابطة وعلى المسلسلات الهدامة وعلى عرض الازياء. ايه اللي بيعرض؟ الحاجات دي باطل وتزيين من تزيين الشيطان. يعني عرض الازياء تلقى مثلا يجيب واحدة ست او بعض الفتيات ويلبسوا لبس معين، كاسيات عاريات، ويمشي كده يمين شمال وقدام وورا. طب امة محمد بتستفيد ايه من الحاجات دي يا اخواننا؟ قالوا اني مش بتستفيد ولا فائدة، وانما تضر وتؤذى. يجي الشاب او الفتاة يتفرجوا على الصور دي وبعد ما يروحوا في البيت او هم قاعدين اصلا في البيت يجي يذاكر تلقاه الكتاب قدام عينيه او بين يديه، ولكن عقله شارد وسرحان فين؟ في المناظر اللي شافها. ده في النهار. طب ولما يجي ينام ما يجيلهوش نوم، يفكر في تفريغ طاقته وشحنته وشهوته. يبقى هم قالوا ايه؟ الهوهم بالمسرح. ولذلك نتعجب يا اخواننا لما نلقى الافلام والمسرحيات والمسلسلات اللي بينفقوا عليها دم قلبهم زي ما بيقول. هو نعم بيجيب لهم انتاج، ولكن اكبر انتاج بالنسبة لهم ومكسب تدمير اخلاق شباب وفتيات ورجال ونساء امة محمد صلى الله عليه وسلم. ده في مرة بيقول لك في فيلم من الافلام الاجنبية الميزانية بتاعته تتصور وصل كام؟ قالوا وصل تقريبا الميزانية بتاعته كلفت 43 مليون دولار. 43 مليون بالدولار مش بالجنيه المصري، يعني معناها هتلقاها ربع مليار. الحاجات دي ربنا اشار اليها قديما لما نزل القرآن على سيدنا محمد. شوف ربنا بيقول ايه، والقرآن هيقعد لحد يوم القيامة. وفي الآية دي يقول الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى ينفقوا أموالهم في أيام النبي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، أيام سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا موسى، وكذلك دلوقتي ولحد يوم القيامة. دي ربنا قال عن الكلام ده وأخبر عنه. طب وبعدين يا أخواننا ماذا يحدث